طيب مشاهدي الكرام، ألم تصبح إيران في الذكرى 30 لثورتها قوة إقليمية عظمى؟ أليس حريا بالعرب أن يتعلموا من إيران النهضة والمقاومة والكرامة والديمقراطية بدلا من معاداتها؟ ألم تنفق إيران أموالها على إنتاج القوة النووية والصواريخ العابرة للقارات والأقمار الصناعية، بينما تبذر دول الخليج المليارات في البورصات المحلية والأمريكية؟ ماذا أنتج العرب سوى بناء الأبراج الشاهقة التي أصبحت خاوية على عروشها بعد الأزمة الاقتصادية؟ ألا تتباهى إيران المحاصرة بصناعاتها الثقيلة بينما نستورد نحن الغطر والعقال من بريطانيا، وفوانيس رمضان والفول والحمص من الصين، والشيشة من اليابان، ونتوسل الفتات من أمريكا؟ ألم يتداول على حكم إيران العديد من الرؤساء منذ انطلاق الثورة الإيرانية، بينما يجثم على صدورنا حاكم واحد لا شريك له منذ عشرات الأعوام؟ ألا تفوق شعبية الرئيس الإيراني في الشارع العربي شعبية معظم الحكام العرب؟ هل حققت حركات المقاومة العربية نصرا واحدا من دون إيران؟